السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة يا رب. بشكر كل اخواتي واحبابي اللي علقوا لي امبارح على الفيديو بتاع استقراري في مصر. وبجد يعني متصوروش فرحتي ان انتوا قد ايه زعلي فرق معاكم، وقد ايه يعني قدمتوا لي نصايح كتير، ربنا يخليكم ليا. وقد ايه ابتسمت كمان، كان في تعليقات تجنن يعني. قعدت اضحك زي واحده قايله يا حبيبتي الراجل ما يتسابش لوحده، بكره يدور له على واحده تدفيه في برد الشتاء. فاحب اقول لكم بس ان نظرتكم تشاؤميه قوي، وما تقلقوش، الراجل المصري يعني لا بجد يعني الحمد لله، ربنا يخلي لي جوزي، مش الراجل المصري ولا حاجه، جوزي يعني ربنا يبارك لي فيه. حد محترم جدا، ما تخافوش علينا، ان شاء الله كله خير. آه النهارده بقى ان شاء الله كده هنعمل الحواوشي، كذا حد طلبه مني بطريقه سهله خالص، وان شاء الله هيبقى في حاجات حلوه هتعجبكم يعني في طريقه تسويته كده. آه هنا المكونات: عايزه بصل متقطع صغير، يعني مفروم في الكبه، مفروم صغير زي كده. في نفس الكبه هنفرم الفلفل او الشطه، اللي هو الفلفل شطة بس مش حراق. اللي حابب حراق ممكن يحط واحد كده ولا حاجة، لكن دي شطة باردة مش حراقة، اللي هي دي بيبقى لونها فاتح كده، دي ما بتبقاش حراقة خالص. خلاص انا بحب طعمها في الحواوشي. طبعا الفلفل الاخضر بيغني عن الكلام ده. هنا انا حاطه واحده حبه فلفل ومعاها شطه. عندنا لحمة، لو عندك اللحمة مجمدة في الفريزر طلعيها من بالليل تفك على رف التلاجة، مطلعيهاش بره، خليها على رف التلاجة علشان عايزينها كده. وعندنا بهارات مشكلة، وعندنا ملح. البهارات عبارة عن كزبرة ناشفة، عن فلفل أسمر، عن ممكن رشة حبهان، و يعني كذا حاجة بتبقى في البهارات، بابريكا. يعني لو عندك بهارات كده اطحنيها مع بعض وشكليها، طبعا حسب ذوقك. الموضوع سهل خالص. وطبعا عندنا الخبز بتاع الحواوشي اهو. انا بحب الخبز اللي حجمه صغير عشان بيبقى سهل الاولاد بيمسكوه كده مره واحده، ما بيبقاش عايز يتقسم وكده. اللحمه دي بصلايه كبيره، انا بحب الفلفل والبصل في الحواوشي كتير، بيديله طعم جميل جدا. عايزه تقللي شويه دي حاجه ترجع لك، عايزه تقللي الفلفل شويه او تزوديه برضو دي حاجه ترجع لك. نعملهم مع بعض. تدخليهم مع بعض كويس. أكلة سهلة خالص، لما تكوني محتارة مش عارفة تعملي حاجة سهل جدا انك تعمليها وبسرعة، والولاد بيحبوها جدا. وطبعا أنضف 100 مرة من الشارع، وأرخص وأوفر وكل شيء. معلش، اللحمة لازم يكون فيها نسبة دهون، يعني ما تكونش لحمة حمرا خالص، تكون لحمة فيها نسبة دهون كده عشان تدي طعم حلو. لو اللحمة بتاعتك حمرا خالص ممكن تضيفي لها معلقة زبدة هتديها، او لو عندك دهن طبيعي يعني بتاع اللحمة ممكن تفرميه وتحطيه معاه. كده تقريبا كله تجانس مع بعضه. البصل والفلفل لما بيبقوا كتير شوية
الحواوشي بيبقى ليه طعم تاني خالص، بيبقى طعمه جميل جدا. الملح خدي بالك، لان اللحمه ما بتحتاجش ملح كتير، يعني انا حاطه معلقه صغيره علشان بس الفلفل والبصل وكده، فخدي بالك من الموضوع ده. العرايس الجداد ممكن لو انت مش عارفه تظبطي اللحمه، يعني حطي الملح بتاع اللحمه اللي هو معلقه صغيره في النص كيلو، اسفه ده نص كيلو لحمه مفرومه، وخدي حته صغيره كده كوريها في الطاسه، سويها ودوقيها عشان تعرفي تظبطي الملح بتاعها. ده لو انت جديده ولسه ما عندكيش خبره قوي في المطبخ، لان اللحمه بتتحدق بسرعه عشان ما تبقاش حادقه معاكي. كده الخلطه بتاعتنا بقت جاهزه بالشكل ده، طبعا ريحتها جميله جدا. هنشوف الطريقه اللي بعد كده. هنجيب العيش بتاعنا ونفتحه كده بالمقص بتاع المطبخ من هنا كده، طبعا يكون كله بيتفتح عشان ما يتقطعش معاكي. بالشكل ده، بالشكل ده. هناخد كده كمية، يا ريت ما تبقاش اللحمة كتيرة قوي في العيش علشان ما تحسيش انه كأنه ساندويتش همبرجر، بتحسي ان هو يعني تخين كده ومش حلو. لما بيبقى اللحمة متناسبة مع سمك العيش بيبقى طعمه احلى بكتير مما يبقى كتلة كبيرة جوه. تراعي الحروف علشان لما اللحمة تكش ما تعملش قرص صغير جوه، لان اللحمة بتصغر شوية. تراعي الاول انك تملي الحروف، وبعدين تاخدي كده هنا، فيبقى الحواوشي بتاعنا كل الرغيف محشي من جوه لبره بالشكل ده. كمان الطريقة بتاعة التسوية بتاعته ان شاء الله سهلة جدا. هنشوف هنسويه على الطاسة، مش هندخله جوه الفرن، بيستوي جميل وبسرعة وبيكون طري، ما بيكونش ناشف على سنان الأولاد، أو بيبقى التاني بتاع بره أوقات بيبقى ناشف قوي. لما بنلاقي حد كان بيعمل همبرجر طري كان بيبقى طعمه جميل جدا. بالشكل ده، وبإيدك توزعي للحروف. أهم حاجة الحروف من جوه علشان ما يبقاش في عيش فاضي وتبقي مش عاجبك الطعم بتاعه. كله اهو محشي. عايزين نشوف النص كيلو لحمة هيعمل لنا كام رغيف علشان تعرفي قد ايه هو موفر وجميل جدا. بجد طعمه تحفة، ولما الولاد بعمله لهم بيكونوا مبسوطين جدا. طبعا بمناسبة ان باباهم بقى مش موجود، الحاجات دي على طول هم بيطلبوها لانهم ما بيحبوش الاكل التقليدي، ف على طول بقى عايزين كفتة، برجر، عايزين حواوشي، عايزين الاكلات دي، مش حابين
المحاشي بقى والحاجات دي. بس ان شاء الله برضو اللي عايز حاجة يقولي عليها. انا لما حد بيطلب حاجة بعملها. كان في اختي طلبت مني القراقيش قبل كده. انا عارفة والله اني قصرت في حقها، بس غصب عني شغلنا مرة ورا التانية. انا هكمل وفي الاخر اقول لكم هو عمل كام واحد. هنا رجعنا. ده الحواوشي بتاعنا. هنعده مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. نص كيلو لحمة، بصلاية، وتلات أربع وحدات شطة من دي باردة طبعا، أو فلفل أخضر. عملوا 10 سندوتشات حواوشي. احسبيها هتلاقي نفسك وفرت كتير، وطبعا نضيف جدا عن اللي بنجيبه من بره. دلوقتي هنشوف تسوية الحواوشي. أسهل وأحلى 100 مرة من الفرن اللي بينشفه وبيستوي وبيبقى جميل جدا. هنشوفه مع بعض. طاسة تسخن. بشكر حبايبي بجد اللي من الدول العربية. يعني انا كنت يعني متضايقة ان انا عاملة فيديو من الحواوشي. اسهل واحلى 100 مرة من الفرن اللي بينشفه وبيستوي وبيبقى جميل جدا. هنشوفه مع بعض. طاسة تسخن. بشكر حبايبي بجد اللي من الدول العربية. يعني انا كنت يعني متضايقة ان انا عاملة فيديو ما يخصكمش شوية، بس بجد ربنا يخليكم ليا. المشاعر الجميلة بجد بتحسسوني والله ان انتوا يعني اخواتي، وبجد ببقى فرحانة جدا، وببقى مبتسمة كده وانا بقرا التعليقات بتاعتكم. بحس اني سعيدة بجد يعني. فربنا يخليكم بجد ليا، وان شاء الله فترة الدراسة دي بقى هتهونوا عليا كتير اني موجودة لوحدي. وبإذن الله لما اروح بقى في تجديد الإقامات في الأجازة هصور لكم من هناك، ونبقى سوا دايما بإذن الله. خلاص كده فرن الطاسة سخنت. هنحط الزيت في الأول، بس هنحط شوية كده. طبعا معروف ان الحواوشي بتدهني بفرشة وشه وظهره بالزيت. انا بحط شوية هنا وما بدهنش، يعني بعمله بقلبه على الاتنين بالشكل ده. لما بتكون اللحمة ما فيهاش دهون كتير، لما بنحط المادة الدهنية كده في الطاسة بيغنينا عن الموضوع ده. ان شاء الله اللي هتجربها هتعجبها، مش هتعملها غير بالطريقة دي. اسهل بقى من موضوع الفرن والفه ومعرفش بورق ايه والحاجات دي، والعيش ينشف. يبقى عندك حاجة كده زي كده وتضغطي عليه بالشكل ده. شفتي اتحمر ازاي؟ سوري، كان في نقطة مية. اللي بيجيب الحواوشي طبعا من بره بيبقى عارف هو قد ايه بيبقى فيه دهون، لان بره بيحطوا نسبة دهون كتير جدا. فعشان كده لما بتاكليه بتحسي ان الدهون كده على بقك ما بتبقاش حلوة خالص. لكن شوية الزيت الصغيرين دول بس بيساعدوا في تحمير العيش، وكمان بيدوله طعم جميل جدا. ما بيأثروش كتير على الحواوشي نفسه.
تضغطي بس كده وانتي بتعمليه علشان يعني يبقى كله واخد لون واحد، ما يبقاش عالي وواطي. ان شاء الله هتشوفوا 2 كده واوريكم التسوية عاملة ازاي، علشان طبعا ما اطولش عليكم. بصوا اللحمة ازاي بدأت تستوي وتدي لون وريحة حلوة قوي. الطشطشة دي بتبقى بسبب البصل والفلفل، وطبعا لانه مفروم ناعم جدا، والفلفل مفروم برضو في الكبة ناعم، بيستوي مع اللحمة، واللحمة بتستوي وكله ما شاء الله بيبقى جميل. هنا عشان في بواقي زيت انا ما حطيتش، المرة اللي جاية هحط برضو نقطة بسيطة علشان احمر فيها العيش. يا رب ما كنش بطول عليكم، بس نفسي يعني اوري البنات واللي ما عملوش بالطريقة دي قبل كده الطريقة بالظبط، علشان يعني تبقى ثبتت ما تحتاجيش ترجعي للفيديو تاني. لسه ممكن نعلي النار شوية. لما تحسي ان الطاسة نشفت خالص ما بقاش فيها زيت، حطي نقطة كده. سبحان الله بيبقى طعمه كأنه معمول في الفرن بالظبط. ولو حابة طعم الفحم تقدري بعد ما تعمليه تحطيه في صينية وتحطي فحماية مولعة في طبق صغير وفي نقطة زيت، طبعا حاجة تكون سيراميك او ازاز علشان ما تسحش، ما تكونش بلاستيك ولا كده، وتغطي هتاخدي طعم الفحم كله وهتلاقيه طعمه جميل جدا. اوريكم بس ان هو ان شاء الله بيستوي، ودلوقتي هقطع لكم واحد عشان تشوفوه. فين الفتحة اهي، بصي اللحمة اهي مستوية وزي الفل، مش اي مشاكل. مرة واحدة كده كمان. الفكرة في موضوع الطاسة ان هو بيبقى فعلا يعني مقرمش كده من عند العيش ومن جوه طري، ما بيخليش اللحمة تستوي، يعني الفرن بيتأخر قوي على ما يسوي الحواوشي، فبتلاقي العيش نشف جدا. واللحمة كمان اوقات ما احتفظتش بالطراوة بتاعتها،
ففعلا لما جربت الاتنين لقيت الفكرة دي احسن بكتير، وبالنسبة لي انا بكون مستمتعة جدا وانا بعمله كده. طبعا نفس الطريقة دي تقدري تسويها في الفرن، مفيش اي مشاكل. ولو عندك ميكرويف باللي هو بشواية تقدري تسويه فيه، بس احنا ما بنحبس الميكرويف في السوا او في الطبخ عامة. خلاص نقفل بقى كده نوريكم ان هو مستوي. نفتح دي مع بعض عشان اوريكم ان هو الحمد لله مستوي. اني امسك حاجة عشان سخن جدا. شفتوا قد ايه العيش مش ناشف، وبالنسبة للأطفال بيكون ألذ بكتير من العيش اللي بيكون ناشف جدا بره. السكينة بس مش راضية تقطع. ايوه مستوي جدا، اللحمة مش ناشفة والعيش كمان مش ناشف. حلو جدا بجد، ان شاء الله تجربوه هيعجبكم جدا. واللي بيحب العيش يكون انشف من كده يعني هي راحات برضو، اللي عايز العيش يكون ناشف يقدر يسيبه فترة اطول في الطاسة. انا لما بيكون خلاص حسيت ان اللحمة استوت بطلعه، لان اولادي بيحبوه مش قوي كده، ولما بيبرد كمان بينشف شوية عن كده، فكده اولادي بيحبوه كده جدا. انتي لو عايزاه انشف سيبيه شوية في الطاسة هيبقى زي الفل. ان شاء الله اكون لبيت طلب حبيبتي اللي طلبته مني، ويكون يعجبكم. حلو قوي الشطة ده، يعجبكم ان شاء الله وجربوه باذن الله هيعجبكم قوي. شكرا تاني مرة، ربنا يخليكم ليا حبايبي من السعودية، من العراق، من المغرب، من الجزائر، من مصر، الحبايب اللي مغتربين في دول أوروبية ربنا يخليكم يا رب، ومن سوريا، من فلسطين جالي برضو تعليقين، ومن كل الدول العربية ربنا يبارك لي فيكم خليكم ليا. ما تنسيش تفعلي الجرس علشان يوصلك كل جديد وتبقي من عيلة بيت جنتك، أتشرف طبعا. ولو مشتركة سيبولنا تعليق وعملوا لنا لايك، هتوحشوني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حواوشي أسهل وأحلى 100 مرة من الفرن اللي بينشفه وبيستوي وبيبقى جميل جدا. هنشوفه مع بعض. طاسة تسخن، بشكر حبايبي بجد اللي من الدول العربية. يعني انا كنت يعني متضايقة ان انا عاملة فيديو ما يخصكمش شوية، بس بجد ربنا يخليكم ليا. المشاعر الجميلة بجد بتحسسوني والله ان انتوا يعني اخواتي، وبجد ببقى فرحانة جدا وببقى مبتسمة كده وانا بقرا التعليقات بتاعتكم، بحس اني سعيدة بجد يعني. فربنا يخليكم بجد ليا، وان شاء الله فترة الدراسة دي بقى هتهونوا عليا كتير اني موجودة لوحدي، وبإذن الله لما اروح بقى في تجديد الإقامات في الأجازة هصور لكم من هناك ونبقى سوا دايما بإذن الله. خلاص كده فرن الطاسة سخنت، هنحط الزيت في الأول، بس هنحط شوية كده. طبعا معروف ان الحواوشي بتدهني بفرشة وشه وظهره بالزيت. انا بحط شوية هنا وما بدهنش، يعني بقلبه على الاتنين بالشكل ده. لما بتكون اللحمة ما فيهاش دهون كتير، لما بنحط المادة الدهنية كده في الطاسة بيغنينا عن الموضوع ده.
ان شاء الله اللي هتجربها هتعجبها، مش هتعملها غير بالطريقه دي. اسهل بقى من موضوع الفرن والفه ومعرفش بورق ايه والحاجات دي، والعيش ينشف. يبقى عندك حاجه كده زي كده وتضغطي عليه بالشكل ده. شفتي اتحمر ازاي؟ سوري كان في نقطة مية. اللي بيجيب الحواوشي طبعا من بره بيبقى عارف هو قد ايه بيبقى فيه دهون، لان بره بيحطوا نسبة دهون كتير جدا، فعشان كده لما بتاكليه بتحسي ان الدهون كده على بقك ما بتبقاش حلوة خالص. لكن شوية الزيت الصغيرين دول بس بيساعدوا في تحمير العيش، وكمان بيدوله طعم جميل جدا، ما بيأثروش كتير على الحواوشي نفسه. تضغطي بس كده وانتي بتعمليه علشان يعني يبقى كله واخد لون واحد، ما يبقاش عالي وواطي. ان شاء الله هتشوفوا اتنين كده واوريكم التسوية عاملة ازاي، علشان طبعا ما اطولش عليكم. بصوا اللحمة ازاي بدأت تستوي وتدي لون وريحة حلوة قوي. الطشطشة دي بتبقى بسبب البصل والفلفل، وطبعا لانه مفروم ناعم جدا، والفلفل مفروم برضو في الكبة ناعم، بيستوي مع اللحمة، واللحمة بتستوي وكله ما شاء الله بيبقى جميل. هنا عشان في بواقي زيت انا ما حطيتش، المرة اللي جاية هحط برضو نقطة بسيطة علشان احمر فيها العيش. يا رب ما اكونش بطول عليكم، بس نفسي يعني اوري البنات واللي ما عملوش بالطريقة دي قبل كده الطريقة بالظبط، علشان يعني تبقى ثبتت ما تحتاجيش ترجعي الفيديو تاني. لسه ممكن نعلي النار شوية. لما تحسي ان الطاسة نشفت خالص ما بقاش فيها زيت، حطي نقطة كده. سبحان الله بيبقى طعمه كأنه معمول في الفرن بالظبط.
ولو حابة طعم الفحم تقدري بعد ما تعمليه تحطيه في صينية وتحطي فحماية مولعة في طبق صغير وفي نقطة زيت، طبعا حاجة تكون سيراميك او ازاز علشان ما تسحش، ما تكونش بلاستيك ولا كده، وتغطي هتاخدي طعم الفحم كله وهتلاقيه طعمه جميل جدا. اوريكم بس ان هو ان شاء الله بيستوي، ودلوقتي هقطع لكم واحد عشان تشوفوه. فين الفتحة اهي، بصي اللحمة اهي مستوية وزي الفل، مش اي مشاكل. مرة واحدة كده كمان. الفكرة في موضوع الطاسة ان هو بيبقى فعلا يعني مقرمش كده من عند العيش ومن جوه طري، ما بيخليش اللحمة تستوي، يعني الفرن بيتأخر قوي على ما يسوي الحواوشي، فبتلاقي العيش نشف جدا. واللحمة كمان اوقات ما احتفظتش بالطراوة بتاعتها. ففعلا لما جربت الاتنين لقيت الفكرة دي احسن بكتير، وبالنسبة لي انا بكون مستمتعة جدا وانا بعمله كده. طبعا نفس الطريقة دي تقدري تسويها في الفرن مفيش اي مشاكل، ولو عندك ميكرويف باللي هو بشواية تقدري تسويه فيه، بس احنا ما بنحبس الميكرويف في السوا او في الطبخ عامة. خلاص نقفل بقى كده نوريكم ان هو مستوي. نفتح دي مع بعض عشان اوريكم ان هو الحمد لله مستوي. اني امسك حاجة عشان سخن جدا. شفتوا قد ايه العيش مش ناشف، وبالنسبة للأطفال بيكون ألذ بكتير من العيش اللي بيكون ناشف جدا بره. السكينة بس مش راضية تقطع. ايوه مستوي جدا، اللحمة مش ناشفة والعيش كمان مش ناشف، حلو جدا بجد. ان شاء الله تجربوه هيعجبكم جدا. واللي بيحب العيش يكون انشف من كده يعني هي راحات برضو، اللي عايز العيش يكون ناشف يقدر يسيبه فترة اطول في الطاسة. انا لما بيكون خلاص حسيت ان اللحمة استوت بطلعه، لان اولادي بيحبوه مش قوي كده، ولما بيبرد كمان بينشف شوية عن كده، فكده اولادي بيحبوه كده جدا. انتي لو عايزة انشف سيبيه شوية في الطاسة هيبقى زي الفل. ان شاء الله اكون لبيت طلب حبيبتي اللي طلبته مني، ويكون يعجبكم. حلو قوي الشطة ده، يعجبكم ان شاء الله وجربوه باذن الله هيعجبكم قوي. شكرا تاني مرة، ربنا يخليكم ليا حبايبي من السعودية، من العراق، من المغرب، من الجزائر، من مصر، حبايبي اللي مغتربين في دول أوروبية ربنا يخليكم يا رب، ومن سوريا ومن فلسطين جالي برضو تعليقين، ومن كل الدول العربية ربنا يبارك لي فيكم خليكم ليا. ما تنسيش تفعلي الجرس علشان يوصلك كل جديد وتبقي من عيلة بيت جنتك، أتشرف طبعا. ولو مشتركة سيبوا لنا تعليق، اعملوا لنا لايك، هتوحشوني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.